السلام عليكم أصدقائي. سوف نتكلم عن مباراة ريال مدريد ضد خصمه أتلتيكو مدريد في عاصمة وديربي المدريدي. المباراة انتهت بفوز أتلتيكو مدريد في ملعبه على ريال مدريد 5 أهداف مقابل هدفين. وهذه نتيجة كارثية لم تحصل منذ مدة، حتى في وقت أنشيلوتي لم تحصل هذه النتيجة، مثل هذه النتيجة أو الأداء. دعنا نتكلم عن الأداء، مثل هذا الأداء الكارثي. إذا نظرنا أو معنا في المباراة، وجدنا أن دخول ريال مدريد في هذه المباراة لم يكن محضرا شيء واحد، وهو عامل مهم في المباراة، وهو عامل نفسي. أن نفسية اللاعبين تجدها غائبة جدا وليست حاضرة، ما عدا يوجد لاعبين أو 3 بالمحظور، خاصة في 20 دقيقة الثانية من الشوط الأول، هم أردا جولر وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور. أما بقية اللاعبين فكلهم غائبين. والشيء المحير وهو دفاع ريال مدريد الهش، كل التمريرات الطويلة وكل الركنيات يستطيع أتلتيكو مدريد التسجيل منها بسهولة، وشاهدنا كم من فرصة سجل منها رأسية أتلتيكو مدريد، ولولا الهدف الأنجلي الذي كان بيده لسجل هدف أيضا من جهة من توزيعة. إذن دفاع ريال مدريد رأسيا غائب تماما. دين هاوس لا يوجد، ميليتاو أيضا، تشاوميني في المساعدة غائب أيضا، لم يحضر. فالفردي لم نعتاد على حضور في الفردي المعتاد عليه، مثل ما كان حضوره مع انشيلوتي. كان مع حضور مع مغاير على حضوره مع شابي ألونسو. ما السبب تراجع ريال مدريد في هذه المباراة خاصة؟ وما سبب الخسارة؟ وما السبب الأهم من هذا كله؟ الأداء الكارثي الذي حصل عليه ريال مدريد اليوم، مع أن ريال مدريد لعب 6 جولات مباريات رائعة. لكن لو معنا النظر في 6 مباريات كلها، كان أي خصم كان ينافس ريال مدريد كان يستطيع التوغل في خط الوسط والوصول إلى دفاع ريال مدريد بلمسة أو لمستين. إذن يوجد مشكلة التنسيق بين الخطوط في ريال مدريد، هذه أولا. وثانيا والأهم، وهو عدم وجود لاعب يعتمد عليه في خط الوسط والصناعة وتخفيض الريتم والتحكم في كرة القدم. وهذه وجدناها اليوم، خاصة عند خروج اللاعب أردا جولر. إذا أردا جولر في الشوط الثاني، أولا أردا جولر في الشوط الأول لعب من الجهة اليمنى، وهذا خطأ كبير وتكتيكي كبير، خطأ تكتيكي كبير من المدرب تشابي ألونسو. أردا كولر يجب أن يكون في خط الوسط وتحته لاعب بنزعة دفاعية، أو بلاعب بنزعة دفاعية، ويستطيع الدفاع، وفي نفس الوقت يستطيع استرجاع الكرة والمساهمة في الهجوم. وأنا أتكلم هنا عن فالفيردي أو تشاوميني، واحد منهما، ويكون بجانب أردا جولر الذي يستطيع أن يتحرك بحرية، وأن يكون له كل شيء، وأن يخطط وأن يعطي التمريرات الطويلة والقصيرة كما يريد، ويلعب بأريحية ولا يكون منزعج، لأن خلفه يوجد لاعب ارتكاز يعتمد عليه في استرجاع الكرة. تشابي ألونسو إذا أخطأ في الرسم التشكيلي الذي المعتاد عليه. وإذا أمعنا في المباريات ال6 التي لعبها ريال مدريد، نجد أن التنسيق لم يكن بين الخطوط، وذلك لسبب واحد فقط، وهو عدم لعب تشابي ألونسو بخطته المعهود عليها في باير ليفركوزن. حقيقة تشابي ألونسو لا يستطيع أن يلعب بخطة 4-2-3-1 أو 4-3-3، لم يحدث عليها مع الباير ليفركوزن، لأن خطة تشابي ألونسو الأساسية هي 3 ولاعبين أو 3-4، لاعب صانع ألعاب يلعب كصانع ألعاب ومهاجم أيضا، ولاعبين مهاجمين. هذا النهج التكتيكي المعتاد عليه تشابي ألونسو. أما باقي الخطط التي كان يعتمد عليها تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن، هي في بعض الأحيان وفي بعض المباريات فهي خطط ثانوية وليست أساسية لهذا المدرب.
وأردا جولر مهمته هو الصناعة صناعة وخفض صناعة اللعب وخفض الرتم اللعب والتمرير الطويلة والقصيرة في ريال مدريد، وهو تحسن الكثير مع تشابي ألونسو لأنه أصبح يلعب كثيرا، لكن باللعب بالجهة اليسرى الجهة اليمنى عفوا الجهة اليمنى تنقص هذه القوة والفعالية لهذا اللاعب لأنه بدنيا وسريع، ليس باللاعب ليس لا عفوا هو مهاري أيضا، ليس باللاعب السريع واللاعب البدني الذي القوي الذي يستطيع أن يلعب على الجهة اليمنى كمهاجم أيسر كمهاجم أيمن عفوا. إذن هذا اللاعب يجب أن يكون في خط الوسط تحته لاعب يعتمد عليه في الاسترجاع الكرة كلاعب ارتكاز، ويكون فوقه لاعب بيلينغهام بصيغة هجومية، وأيضا تمريرة قصيرة وأنا أتكلم عن بيلينغهام. وأيضا الخطأ الثاني لتشابي ألونسو اليوم هو دخول بيلينغهام أساسي ولعبه تقريبا مباراة كاملة وخروجه وعدم خروجه قبل خروج أردا جولر. سبحان الله، اللاعب بيلينغهام يعود من إصابة كبيرة ثم يدخل في مباراة مثل هذا مباراة الديربي ويخرج وراء ما خرج أردا جولر عجيب، مع أن في هذه المباراة عندما ترى الشوط الأول ترى أن بيلينغهام لم يقدم شيء ولم يعطي شيء لريال مدريد في الهجوم أو في الدفاع، أما أردا جولر في الشوط الأول فهو كان نجم الشوط الأول لريال مدريد وهو المساهم الأول في التمرير وفي التسجيل، لولاه لم يكن ريال مدريد تقدم على أتلتيكو مدريد بتاتا. إذا أخطأ تشابي ألونسو كثير، وأيضا أكبر خطأ هو خروج اللاعب أردا جولر والاعتماد على اللاعبين ارتكاز ورائه أيضا مثل فالفيردي وتشاوميني. حقيقة تلعب بأربع مدافعين ثم تلعب بلاعبين ارتكاز من تشاوميني و فالفيردي، باعتبارك تلعب هكذا فأنت داخل كأنك خائف في هذه المباراة ولم تدخل بمعنوية أنك الذي سوف تبادر بالهجوم، بل أنت الذي سوف تبادر بالدفاع، وهذا ما شاهدناه اليوم في ريال مدريد مع الدقائق الأخيرة التي كان متأخر فيها، وهذا لا يغني ولا يسمن من جوع في هذه اللحظات. إذا تشابي ألونسو خسر معركة تكتيك اليوم أمام دييغو سيميوني المدرب الرائع الذي برهن جودته في الهجوم وفي الدفاع، واليوم مع ذلك فإن جودة سيميوني بانت لأن خصمه هو شابي ألونسو وليس لأن خصمه ريال مدريد، فريال مدريد نادي كبير على أتلتيكو مدريد، أما شابي ألونسو فلديه عامل كثير في المستقبل وعدم خوفه، ويجب عليه الاعتماد على لاعبين كانوا مجهزين وليس على لاعبين ليس جاهزين، وعدم خوفه أولا في التشكيلة وثانيا في التغييرات، وذلك لضمان الفوز ولضمان النجاح في الدوري والنجاح في التكتيك والمنهج والأسلوب ككله. مبروك لأتلتيكو مدريد هذا الفوز، وهارد لك الخسارة لريال مدريد.